مرحبا، أنا دلال الناشطة بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان. الحرية حق من حقوق الإنسان يسعى إليها دائما كحرية التفكير والاعتقاد واتخاذ القرارات، فحرية الإنسان هي روحه وكيانه، وبدونها يعتبر الإنسان مقيد الإرادة والعقل. حيث تكون الحرية تكون الديمقراطية. الحرية هي روح الموقف، وبدون الحرية لا أخلاق ولا إتقان ولا إبداع. هناك مناضلون يطالبون بالحرية، وهناك من يطالبون بتحسين شروط العبودية. الحرية كانت عبئا ثقيلا على القائد المناضل عبد الله أوجلان، فهو مؤسس حزب العمال الكردستاني منذ عام 1978. سعى إلى بناء مجتمع بيئي ديمقراطي محرر. تأثر أوجلان بالفكر الماركسي، وخص بفلسفته وكتاباته بموضوعات عن المرأة حتى وصلت إلى أعلى المراتب. اعتمد القائد على أفكار لوضع المرأة في مكانها الصحيح لتحريرها وتحرير الشعوب من العبودية. كان للقائد فلسفة وأفكار ذات بعد استراتيجي وعمق أيديولوجي لإعادة إحياء القومية الكردية. فقد عاش كرد تركيا فترة مظلمة قوامها القمع والترهيب والإنكار والتزويب العرقي في بوتقة القومية التركية، حتى وصلت بالأكراد إلى التنكر لأصلهم، وأصبح النزاع الكردي التركي نزاع مسلح بين تركيا والعديد من الجماعات الكردية التي كانت تطالب بالانفصال عن تركيا لإقامة دولة كردية مستقلة والحصول على حكم ذاتي والمزيد من الحقوق السياسية والثقافية للأكراد. وكان لهذا النزاع تأثير على السياحة والاقتصاد التركي، وكان لابد من قيام جبهة مسلحة. أشرك القائد المرأة كعامل أساسي، واعتمد عليها كسلاح فعال في تنمية البنية التعليمية للمجتمع الكردستاني كي تتحول المرأة إلى رأس مال قابل للنمو الدائم. وكلما سمعت أو قرأت عن المرأة الكردية تتكلم عن ذاتها، تدعي دائما إنها نتاج فلسفة وأفكار القائد عبد الله أوجلان. فقد حاربت المرأة الكردية الجهل والظلم في فترات من التاريخ. نتيجة هذه الأفكار تم اعتقال عبد الله أوجلان هذا القائد العظيم، وما زال في سجن انفرادي منذ 22 عام. آن الأوان لهذا القائد في الحصول على حريته. إنه شخصية تاريخية صلبة كافح للحصول على حرية الشعوب. بالرغم من سجنه ما زال فكره مرسخ في عقل شباب تكافح من أجل الحرية. هو بطل لا مثيل له. نحن كجمعيات نسائية نعنى بحقوق الإنسان والشعوب نطالب الحكومات والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية للضغط على الدولة التركية بالسماح كحد أدنى لعائلته بزيارته وإطلاق سراحه فوراً. الحرية ثم الحرية ثم الحرية للقائد عبد الله أوجلان. وشكرا.